السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ اليوم سننتقل للحديث عن كأس الملك سلمان للأندية البطلة، والحديث عن المباراة الثانية للرجاء المغربي التي فاز فيها على فريق الكويت. قبل الانتقال للحديث عن تفاصيل المباراة، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة القناة. في المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي وفريق الكويت في المباراة الثانية في المجموعة، انتهت ب2-0 لصالح الرجاء البيضاوي. شوط المباراة الأول لم يشهد أي أهداف، لكن السيطرة كانت لفريق الرجاء، والتي تم ترجمتها في شوط المباراة الثاني. في الشوط الثاني سجل حسين رحيم الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 52، وبعد هذا الهدف ب10 دقائق تمكن محمد زريدة من إضافة الهدف الثاني لصالح النسور. كما شهدت المباراة مستوى جيد للاعبان حسين رحيمي وبوشعيب الراسي، لتنتهي المباراة ب2-0 لصالح الرجاء، ويتأهل بهذه النتيجة الفريق إلى الربع نهائي بعد فوزين متتاليين، في انتظار المباراة الثالثة والتي سيحاول فيها فريق الرجاء تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر المجموعة. والمباراة الثالثة للفريق الأخضر ستكون أمام الوحدة الإماراتي، وفريق الرجاء هو حامل اللقب النسخة الماضية من كأس العرب، وهذه النسخة تشهد فروق قوية خاصة الخليجية التي تطورت بشكل كبير. ونتمنى التوفيق لفريقنا المغربي النسور الخضر في مباراتهم القادمة إن شاء الله لتصدر المجموعة. كان هذا هو فيديو اليوم، إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع جديد مباريات كأس العرب.